السلام عليكم. يا رب تكونوا بخير. في فيديو النهاردة هنعمل مع بعض الكبدة بطريقة أشهر المطاعم، وهقولك على أسرار الكبدة والمكونات اللي بتتحط فيها عشان ما يكونش فيها أي زفارة، وكمان مكون سحري هيخلي طعمها أحلى من أي مطعم أو عربية ممكن تشتريها منه. معايا هنا نص كيلو من الكبدة الشرايح المجمدة اللي جمدتها يعني في الفريزر، وهقطعها هنا شرايح كده او عصافيري. تقدري ان انتي تشتريها من بره متقطعة جاهزة، بس انا حبيت ان انا اجيبها شرايح واجمدها كده في الفريزر واقطعها بنفسي، لان ساعات بعض المحلات بتديك الكبدة بيكون السمك بتاعها يعني تخين شوية، فانا حبيت ان انا اقطعها بنفسي. هنقطعها كده، والشرايح بعد ما قطعناها بالطول هنقطعها كده بالعرض عشان الشريحة ما تكونش طويلة زيادة عن اللزوم. وبعد كده هنحضر بولة وفيها مصفى، وهقولك بقى على مكونين سحريين يشيلوا اي زفارة ممكن تكون موجودة في الكبدة. ما تنسيش الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. عندي هنا حطينا البولة وفيها مصفى وكمية الكبدة نزلنا بيها في المصفى. أول مكون معايا هيشيل الزفارة هي الطحينة الخام، عاملينها مع بعض طبعا في القناة، هسيب لكم اللينك بتاعها في صندوق الوصف. كمان تاني مكون ممكن معاكي يشيل الزفارة وكمان هيفتح اللون بتاعها ومش هتسود منك، عصير ليمونتين. هبتدي ان انا اعصر الليمون وهقلبهم مع بعض كده، بس طبعا بالراحة لان الكبدة من انواع اللحوم او انواع الاكلات اللي هي بتبقى حساسة، الانسجة بتاعتها بتكون حساسة جدا، فعشان ما تتبهدلش منك ولا تتهري وانتي بتقلبي خليكي حساسة كده وبالراحة في التقليب. هنسيبها بقى، قلبنا المكونين دول مع الكبدة وهنسيبها بقى تصفي اي سوائل فيها. هنسيبها في التلاجة حوالي نص ساعة تتشرب كده من المكونين اللي احنا حطيناهم عليها. عندي هنا بقى التوابل، ما عنديش افتكاسات كتير، بس في مكون رئيسي ومهم جدا هيغير طعم الكبدة وهيخليها بطعم اشهر محلات الكبدة. عندي نص معلقة فلفل، نص معلقة كمون، نص معلقة بابريكا، ومعلقة صغيرة من الكاري، ومعلقتين صغيرين من الثوم المفروم، وطبعا 3 شرايح ليمون وفلفل الوان متقطع زي ما انتي حابة. ناس منكم هيقولوا الكاري، معقولة الكاري هتستخدميه في الكبدة؟ استخدمي الكاري وعلى ضمانتي مش هتعتمدي اي وصفة غير الوصفة دي، هيخلي طعم الكبدة زي اشهر المحلات. عندي حلة عميقة على النار نزلت فيها بربع كوباية من الزيت، وهنزل بكمية الكبدة. لو عندك انت بتعملي كمية اكبر من النص كيلو اللي انا بعمله ده، هتنزلي بالكبدة على دفعات، وده السر التاني من اسرار الكبدة او من اسرار تسوية الكبدة. والكبدة بتنزل في زيت غزير وبتتحمر يا جماعة زيها زي البطاطس، مش بتتشوح. يبقى لازم الكبدة تنزل في زيت غزير، وكمان الزيت يكون سخن. وبنزل بالكبدة على مراحل بتاخد لون، بنزل بجزء من الثوم، وبعد كده بعد ما لونها يتغير خالص بنزل بالتوابل وباقي كمية الثوم. يبقى نراجع مع بعض كده التكات بتاعة الكبدة. لازم احط لها اثناء التتبيل في الاول عشان اشيل الزفارة عصير ليمون وطحينة، وكمان لازم ادخلها في التسوية على نار عالية. تسوية الكبدة على نار عالية ما بتاخدش من حوالي من 7 ل8 دقايق. كمان بتنزل في زيت غزير على دفعات مش مرة واحدة، لو بتعملي كمية. خدت معايا 7 دقايق على النار، ما مجرد ان لونها يتغير وبتستوي على طول زي ما انتوا شايفين لونها ولا اروع. هنبتدي بقى ان احنا نحضر سندوتشاتنا،
وعندي هنا سلطة الطحينة عملناها وبطاطس مقلية. وابتدي بقى احشي سندوتشاتك كده، تقدري تاخديها معاكي المصيف وكمان الرحلات. طريقة سهلة وبسيطة، وكمان معظم المطاعم المشهورة بيعملوها بالطريقة دي، ولكن مش بيقولولنا على السر بتاع الكبدة الاسكندراني. جربي الطريقة دي وأوعدك هتعتمديها، مش هتعملي الكبدة الاسكندراني غير بالطريقة دي. يا رب يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم ما تنسونيش بشير ولايك وسبسكرايب لقناتي، قناتي تايهة في المطبخ. وما تنسوش اخواتنا من الدعاء، اللهم انصرهم وسدد رميهم، اللهم امين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.